يا عصام يا حضري، بعد السنين دي كلها بتكشف سبب هروبك من النادي الاهلي. لا وكمان بيرد رد قوي على ميدو ورد قاطع على ميدو. انا هسمعك بودنك الكلام اللي هو قاله في الفيديو ده وبالفيديو بالاثبات، عشان خاطر محدش يقول ان انت بتجيب حاجة من عندك او بتقول حاجة من عندك. هنسمع الفيديو وبعدين هنرجع نقول تعليقنا احنا وردنا على الفيديو. بس انت مسؤول ان انت تعمل لايك وشير واشتراك معانا في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. يلا بينا نسمع عصام الحضري ونرجع نرد عليه تاني. يلا بينا. مرتبط بفيديو نشوفه مع بعض. يلا بينا. تفتكر ممكن يرجع يدرب حاجة في المنتخب تاني؟ لو الناس اللي بتشغله بره مصر رجعوا تاني مسكوا الكرة في مصر. جملة صدمتني. لا دي حقيقة. الناس اللي مين شغلوه الناس في دي؟ هاني ابو ريده واحمد مجاهد وكل الناس الانتراج بتاع هاني ابو ريده. الحضري تابع ليهم، واحد من انهم، وهم اللي قالوا له ان هو ياخد قرار، وهم اللي شغلوه مع كوبر، وهم اللي قالوا له خد القرار ان هو يروح سوريا. الحضري دايما المادة بتأثر على قراره، ده حقيقي، ولكن برضو هو مشتت، دايما مشتت، وهو شغال في مكان عايز يروح مكان تاني. الحضري يعني ممكن بسهولة جدا ان اي حد ان هو يضحك عليه عشان يغير قراره او يغير المكان اللي هو موجود فيه. تقر وتعترف بكلام كابتن ميدو؟ اول شيء ما ينفعش ارد اصلا على ميدو. هو ليه ما ينفعش؟ هو قبل ما يديني النصيحه يديها لنفسه هو، لانه هو انسان اصلا هو مش عارف عايز ايه اصلا. عايز يبقى اعلامي، عايز يبقى مدرب، عايز يبقى حاجه كبيره. دي حاجه وجهه نظر طبعا له هو. الكلام اللي بيتكلم فيه ده كان اصلا كلام عار من الصحه، وكنت اتمنى ان هو قبل ما يصلح غيره يصلح حال نفسه هو الاول، يصلح نفسه. لان احنا مشكلتنا في بلدنا ان كل واحد شايف نفسه حاجه كبيره. من الاخر هو الكلام اللي بيتكلم فيه طبعا كلام عار من الصحه، مفيش اي حاجه من دي خالص. بس كنت اتمنى هو لما يطلع يتكلم على الحضري يبقى هو عارف هو بيتكلم على مين. اصلح نفسك انت الاول، مالكش دعوه بعصام الحضري. عصام الحضري اسطوره، فاهم ولا ما انتش فاهم؟ تقر وتعترف باللي اتقال عليك انك موهبة عظيمة بس تفتقد الذكاء الكافي لإدارة الموهبة؟ الكمال كله ربنا سبحانه وتعالى. اكيد عندي اخطاء وانت عندك اخطاء وكل البشر، كل الناس خطائين، مفيش كلنا مشكلة. عندنا بس انا أخطاء. بتكلم الكمال الا ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بتقر وتعترف بكده؟ انا بقول لك الكمال الا ان كان ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون عندنا حاجه خطا، مفيش مشكله ان انا اتعلم منه واصلحه. ايه الغلط اللي ندمان عليه؟ لا ان بص، هي في يعني الواحد لما بيحصل عنده موقف اكيد ما بيبقاش عارف ايجابياته ايه وسلبياته. بس هكلمك على موقف ان هو لما انا مشيت من النادي الاهلي، وهفضل الناس كلها عمرها ما هتنسى الموضوع ده، ان انا عصام الحضري مشى من النادي الاهلي. لان في كل مكان او في اي حاجه في اي برنامج من البرامج كل الناس بتتكلم على الموضوع ده. اكيد اخطات، اكيد حزين الناس سبت النادي الاهلي، بس انت ما تعرفيش كان ربنا حاطط لك اسباب فين وحاطط لك رزق فين. ليه نسيوا مثلا غيرك؟ ما نسيوش ليك انت ليه الموقف ده؟ هرجع اقول لك عشان الحمد لله والشكر لله اسمي عصام الحضري. الحمد لله راجل عمل تاريخ، عمل انجاز، عمل بطولات، الحمد لله. يمكن ليه نسيوا هروب كابتن حسام البدري وهو مدير فني؟ دي ما اقدرش اتكلم. وما نسيوش هروب الحضري وهو يعني من اعظم حراس المرمى. اسمع، انا دي في حاجات ما اقدرش اتكلم فيها. انا بتكلم عن نفسي انا، زي ما جيت كنت بتكلم على واحد دلوقتي وبقول له اصلح نفسك. انا بصلح نفسي انا الاول وماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه. ما احبش ان انا اتكلم في حاجه. انا بسالك على الجمهور اللي بينسى. خلاص، عشان قلت لك الحمد لله والشكر لله، عشان اسمي عصام الحضري عملت تاريخ وبطولات الحمد لله طول مدى الحياه. الناس هتقعد فاكره حاجه اسمها عصام الحضري حقق لبلده 6 بطولات، حقق للنادي الاهلي 26 بطوله، حققت بره مسيرتي بره وانا بحترف بره 6 بطولات الحمد لله، احسن جون في افريقيا 4 مرات. يعني القصه كلها انت كراجل ربنا هو اللي بيديك الرزق، هو اللي بيديك الخير، هو اللي بيديك حتى حب الناس ليك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى.
انا راجل ابن النادي الاهلي، ان لعبت في النادي الاهلي بالظبط 13 سنه ونص، ودمياط لعبت فيها 3 سنين بس. يعني اكيد لما الناس بتفتكرك حاجه من حبهم ليك، من حزنهم ان انت سبت النادي الاهلي ومشيت. طيب عندك الشجاعه بعد كل السنين دي تقول لي ايه السبب اللي خلاك تهرب وتروح سويسرا؟ السبب الحقيقي مش اللي بتقوله. هو يعني انت لازم تبقى عارفه. بصي هتكلم معاكي بصراحه. اتكلم معاكي بصراحه. اتفضل. لو وانت بتتكلمي، انا جيت في فتره كنت اول حاجه 4 سنين في النادي الاهلي، في فتره كنت محطوط تحت ستريس منها، رغم ان انا هقعد اقر واعترف ان مانويل جوزيه ده من المدربين اللي انا يعني ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، واشتغلت معاه، ومن المدربين من اعظم المدربين اللي دخلوا النادي الاهلي بصراحه. ده ما فيش حد يقدر يتكلم فيها. ده اكيد من اعظم مدربين، وممكن اقول لك اعظم مدرب جه النادي الاهلي، وهفضل اقولها لك، ما فيش حد هيجي مانويل جوزيه تاني في النادي الاهلي. شوفها اكتر من كده. بس من الاسباب اللي انا سبت النادي الاهلي حته ان انا اشاره الكابتنه لما اتسحبت منك الشاره، كان سحبت اشاره الكابتنه مني. كانت حتى طريقته معايا ما هاش كويسه، في وجود كمان ان هو رغم ان هو جاب لي نادر السيد، اللي انا بشكر نادر السيد لان نادر السيد بتربطني بيه علاقه كبيره دلوقتي. من الاسباب الرئيسيه ان عصام الحضري وصل للمستوى ده ووصل للبطولات دي. كل الحاجات دي وصلتني لمرحله حته انفجار، ان انا ما اقدرش اكمل في يعني 4 سنين، مش 4 شهور ولا سنه ونص. بعد ما سمعنا الفيديو وكلام عصام الحضري على رده القوي على ميدو، اولا كلام ميدو قوي، وكلام ميدو في حاجات كتيرة جدا يعني موجهة، وفي اتهامات موجهة لاتحاد الكورة، واتهامات موجهة لعصام الحضري، واتهامات كتيرة جدا موجهة. فبالتالي الراجل رد عليه رد بصراحة اللي انا شايفه من وجهة نظري مثالي، رد مثالي. اصل انت اصلح من نفسك. انت رحت دربت اسماعيلي وقعت، انت بتعمل برنامج وانت اصلا يعني مش عارف، مش شايف نفسك. انا من وجهة نظر انا مش شايف نفسه في الاعلام، مش شايف نفسك كاعلامي، ما عندكش الكاريزما اللي هي، ما عندكش المعلومة اللي هي، ما عندكش اي حاجة. انت بتطلع ترد، الناس بتتفرج عليك عشان انت ميدو اللي لعب كورة، اللي بتفرج عليك ميدو اللي لعب كورة، او بتفرج على ميدو الزملكاوي، لا اكتر ولا اقل. كل الكلام اللي انت قلته ده كلام يعني مش اللي هو. لكن قصة هروب عصام الحضري محدش هيختلف، محدش هيقدر يتكلم في اي حاجة ان عصام الحضري تاريخ كبير. راجل جاب بطولات كتير جدا للنادي الاهلي، راجل جاب بطولات كتير جدا لمنتخب مصر، 3 افريقيا، وراح بيهم كاس عالم. راح كاس عالم مفيش كلام، هو راح كاس العالم معاهم. واحد يقول لي يا عم الشناوي اللي كان واقف، بس هو راح كاس عالم، حارب كتير. مباراة ايطاليا شوف عمل ايه في مباراة ايطاليا، شوف عمل ايه في مباراة البرازيل. حارس كبير، من وجهة نظر انا افضل حارس جه في تاريخ مصر. من وجهة نظر انا الشخصية التي لا قيمة لها على الاطلاق، انا بقول لك افضل حارس جه في مصر عصام الحضري. رغم ان هو هرب من النادي الاهلي، رغم التجاوزات اللي بيعملها، رغم كل الحاجات اللي بيعملها، ورغم ان هو يعني بعيدا قصة ان هو يسيب منتخب مصر الشباب والاولمبي ويسيبه ويمشي، ده على فكرة ده قصة كلها يعني مش عايز اقول لك عشان هي منظومة فاشلة من الاخر. فديت اصلا ما تعقبش عليها، هو ما يتعقبش عليها، ولا حد يقدر يقول انت عملت كده ليه من الاخر، ولا انا اقدر اقول انت عملت كده ليه. انما قصة ان هو يسيب النادي الاهلي عشان ستريس وعشان ضغوطات وعشان مش عارف ايه وعشان جاب لك حارس تاني، ديت كانت من وجهة نظر انا اللي هي غلطة كبيرة لعصام الحضري. وهو رد الرد القوي دلوقتي في الفيديو اللي انا جبته لحضراتكم، وحبيت اوضح لكم الصورة كاملة بالفيديو عشان محدش يطلع يقول ان احنا اللي بنقول. احنا بنقول وبنجيب لك الفيديوهات ونطلع نعلق عليها، بنجيب لك اهم الفيديوهات اللي على الساحة الرياضية. ما تنساش تعمل اللايك والشير وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.